مبروك لكم يا أهل سوريا، حق لكم الفرح يا إخواني. الشبيحة يتساقطون كأوراق الخريف، والوحوش التي كانت تظن أنهم مانعتهم حصونهم ومكانتهم ومناصبهم من الله يتساقطون أمام أنظار العالم. والله أبى إلا أن يشفي صدور المؤمنين وصدور السوريين في الدنيا قبل الآخرة من هؤلاء الوحوش. تم القبض على هذا الوحش، هذا المجرم الذي سفك دماء السوريين وقام بمجازر تدمي القلوب. والقصة تبدأ في 16 من أبريل 2013 في حي التضامن بدمشق، ملي وقعت واحدة من أكثر المجازر وحشية في سوريا. مدنيون معصوبو الأعين مقيدي الأيدي تم اقتيادهم إلى حفرة ليفعل بهم ما فعل بأصحاب الأخدود حرفيا. بحسب التحقيقات والتسجيلات التي تم الكشف عليها من بعد، يتهم هذا الذي في الصورة أمجد يوسف الضابط في جهاز المخابرات العسكرية بالمشاركة المباشرة في هذه المجزرة وغيرها من المجازر ضمن سلسلة عمليات أودت بحياة مئات المدنيين إن لم نقل الآلاف في المنطقة نفسها. والمفاجأة الكبيرة جاءت من بعد 9 سنوات عندما ظهرت تسجيلات مصورة، صور فيديو تظهر لحظة تنفيذ الجريمة بوضوح. أشخاص مكسوفي الوجوه من بينهم أمجد يوسف نفسه يقومون برمي نساء ورجال في حفرة كبيرة وإطلاق النار عليهم قبل القيام بحرقهم ودفنهم في الرمال. ورغم صدمة العالم بطبيعة الحال موقع والو، ظل المتهمون أحرارا لسنوات يأكلون ويشربون كأنهم ما داروا والو، لأنه إذا ما كانتش القوة لن تسترد الحقوق لأصحابها. في ديسمبر 2024 وقع التحول الكبير، سقوط النظام السوري السابق، لتبدأ سلسلة اعتقالات وتحقيقات داخل وخارج البلاد. ومع تضييق الخناق الأمني تم تتبع تحركات أمجد يوسف لعدة أيام في ريف حماة قبل أن تتم عملية القبض عليه في 21 أبريل 2026 أي البارحة في عملية أمنية محكمة لم تطلق فيها رصاصة واحدة. صور اعتقاله انتشرت بسرعة البرق واعطت رسالة لكل ظالم مجرم وما أكثرهم في هذا العالم: لا تظن أنك أعجزت رب الأرض والسماوات، ولا تخافوا يا أهلنا في غزة، الدور قادم لا محالة على الذين ظلموكم وآذوكم طوال هذه السنين، وهذا ظننا برب الأرض والسماء.